مرحبا بكم في قناتنا. في هذا الفيديو سنتحدث عن احتفال الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلاد ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي كان في 28 يونيو 2023. كيف كانت تهنئة الملكة رانيا لابنها؟ وماذا قال لها الأمير الحسين؟ وكيف تفاعل معها المتابعون؟ تابعوا معنا لتعرفوا التفاصيل. احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلاد الأمير الحسين، والذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك، بطريقة بسيطة ومؤثرة. فقد نشرت الملكة رانيا على حسابها في إنستغرام صورة لابنها وهو يرتدي ثوباً كحلياً، وكتبت له رسالة قائلة: للحسين الغالي، كل سنة وأنت سالم، العمر كله بسعادة وهداة بال. ورد عليها الأمير الحسين بتعليق قال فيه: شكراً يا أغلى أم في الدنيا، أحبك كثيراً. ولاقت تهنئة الملكة رانيا إعجاباً كبيراً من المتابعين الذين هنأوا الأمير الحسين بعيد ميلاده وتمنوا له دوام التوفيق والسعادة. وكان من بين المهنئين شخصيات مشهورة مثل المغنية نانسي عجرم، والإعلامية رزان مغربي، والفنانة نجوى كرم، والإعلامية لجين عمران. أيضاً الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي شاركت صورة للأمير على تويتر ووجهت رسالة للأمير الحسين جاء فيها: الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بعيد ميلاده 29، مع خالص التمنيات لسموه بدوام التوفيق والسداد في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه. كل عام وسمو ولي العهد بألف خير. ولد ولي العهد في مدينة عمان في 28 من يونيو حزيران عام 1994 ميلادي. وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولياً للعهد في 2 من شهر يوليو تموز عام 2009 ميلادي، وعين سموه نائباً لجلالة الملك مرات عدة. تخرج الأمير من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست ببريطانيا في عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها والده جلالة الملك عبد الله الثاني، وجده المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وكان ولي العهد قد تخرج عام 2016 في جامعة جورج تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدب عام 2012. يذكر أن هذا هو أول عام يحتفل فيه الأمير الحسين بعد خطبته من الآنسة رجوة آل سيف، التي أقام حفل زفاف بهية لها في شهر يونيو الماضي. وكانت الملكة رانيا قد زارت إسبانيا برفقة زوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وابنهما الأمير هاشم لحضور الذكرى 9 لتتويج جلالة الملك فيليب على العرش. وقد أبهرت الملكة رانيا الجميع بإطلالتها وفستانها الرائع. أبدعت الملكة رانيا بإطلالة أنيقة وراقية خلال زيارتها لمدريد، حيث التقت بالملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا في القصر الملكي. ارتدت الملكة رانيا فستاناً باللون الأزرق الداكن من مجموعة دار ديور الفرنسية لعام 2024. يتميز الفستان برسمة من الزهور الوردية في منطقة الخصر مع تطريز اللؤلؤ حول منطقة الرقبة. هذه المجموعة مستوحاة من ثقافة وطبيعة المكسيك، وتضم تصاميم مبتكرة وجذابة. نسقت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة ناعمة باللون الوردي من مجموعة العلامة الإيطالية فيندي، وحذاء كلاسيكي باللون النباتي من جلد الغزال من مجموعة مانولو بلانيك. هذه الإضافات تضفي لمسة من التناسق والأناقة على إطلالتها. كما اختارت الملكة نظارة وردية لامعة من مجموعة سان لوران لصيف 2023 تضفي لمسة من الأنوثة والحداثة على إطلالتها. هذه المجموعة تضم نظارات بأشكال وألوان مختلفة تناسب كل ذوق وشخصية. أما عن مكياج الملكة رانيا، فقد اعتمدت المكياج الناعم مع أحمر شفاه وردي وظلال عيون ترابية مع هايلات. وأما عن تسريحة شعرها، فقد اختارت تسريحة شعر منسدل مع فوليوم وفرق في المنتصف مع خصلات هايلات أشقر لامع. هذه التفاصيل تبرز جمال ملامحها وتكمل إطلالتها الساحرة. عبرت الملكة رانيا عن شكرها للاستضافة في إسبانيا، وهنأت الملك فيليب بذكرى توليه العرش. كما زارت ورش تدريب لتوفير فرص عمل في الحرف التقليدية تنظمها مؤسسة المحافظة على التراث الوطني الإسباني.
نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، ولا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم. كما ندعوكم للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار المشاهير والنجوم في العالم. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر. الغالي مبروك مبروك. في النص جلاتين.